بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أحد منارات الإيمان مسجد الإيمان الذي خرجت منه الثورة في مدينة قورية، عاصمة الثورة في المنطقة الشرقية، من مدينة حفظة كتاب الله، حيث يربو العدد عن 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم تنبثق الهيئة الشرعية في مدينة قورية، نحن بتاريخ 31/12/2012، ونتبارك بهؤلاء الشيوخ الكرام الذين مارسوا عملهم منذ بداية الثورة، ربما منهم في الخفاء وربما منهم في العلن، وكانوا نموذجا رائعا لحل بعض التجاذبات بين الثوار وربما بين الأهالي. لكن لكي يكون العمل منظما وممثلين بهيئة مستقلة لا تتبع لأي جهة، فدائما العمل المنظم يؤدي إلى نتائج جيدة ومنظمة. لدينا مجموعة من الشيوخ، فندعو أخونا الشيخ موسى الكرام، أحد حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى ومن له بصمات بيضاء في هذه القرية وفي القرى المجاورة، ليقرأ علينا صيغة البيان، ونتشرف بهذه الوجوه الطيبة، وعسى أن تكون فعل خير لكل هذه المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تم بعون الله وتوفيقه تشكيل الهيئة الشرعية في مدينة القورية، عروسة الفرات، مدينة الحفاظ لكتاب الله تعالى، عاصمة الثورة السورية في المحافظات الشرقية، بهدف توجيه وإرشاد الثوار والمدنيين جميعا لما فيه الخير والنجاح، والقضاء على جميع الانحرافات التي يرفضها الشرع الإسلامي الحنيف. تتبنى الهيئة الشرعية في هذه المدينة منهج الاعتدال والوسطية، وتشترط في العضو الذي ينتسب إليها أن يكون ثوريا ويحمل الكفاءة المطلوبة للقيام بمسؤولياته، علما أن هذه اللجنة تعمل في هذه المدينة منذ بداية الثورة، ولكن تم الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني لما اقتضته ضرورة الواقع وتطورات الثورة السورية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الرحمة لشهدائنا، والنصر لثورتنا، والفرج العاجل لمعتقلينا، والحمد لله رب العالمين. 18